عيد سباك مشهور بأعمال الدجل والشعوذة في منطقة الطلبية وبلاية الدكرور. في 2019 يجي لعيد السباك شغل سباكة في شقة أسامة عبد العال اللي كان شغال مندوب مبيعات، ومراته عبير اللي هي عندها 42 سنة تفتح الباب لعم عيد السباك علشان يشتغل في السباكة اللي كانت في الحمام. وهو شغال عينه ما نزلتش من على جسم عبير، مع ابتسامات قبول ورضا منها. عيد السباك يخلص شغله ويمشي، بس يفضل معلق في دماغ عبير علشان تكلمه تاني وتخليه يجي يصلح الحمام. وهنا والمرة دي يحصل بينهم حوار. قدر عيد السباك انه يقنعها انه هو معالج روحاني وما بياخدش فلوس من حد، وان عبير عليها جن. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان مفيش جن بيخرج غير لما بيحصل علاقة محرمة بينهم، او هو اقنعها بكده، والحقيقة انها وافقت. الموضوع يتطور بينهم، وعيد السباك يعترف لعبير بحبه وعشقه ليها. والمفاجأة ان عبير كمان تعترف له انها بتبادله نفس الشعور. عبير كان عندها محمود عنده 19 سنة وفجر عندها 12 سنة. كانوا بيقولوا لعيد السباك خاله عيد. انت متخيل بقى العلاقة وصلت لحد فين؟ كان بيجيب لهم هدايا وبيعاملهم كويس جدا. كانوا بيقولوا له يا خاله، والخال والد بقى وانت فاهم. عيد السباك بدأ يتكلم مع عبير في موضوع الطلاق، وان هو هيتكفل بكل مصاريف عيالها، وانها مش هتشيل هم اي حاجة. عبير تقعد اسبوع تفكر في الكلام، وفي الاخر تكلمه وتقول له احنا لازم ننهي علاقتنا ببعض. انا خلاص عايز افضل عايشة مع جوزي وولادي، ما عدتش تكلمني ولا عدت تجينا البيت. طبعا عيد السباك اتجنن من الكلام ده، وهدد عبير انه هينتقم منها ويحرق قلبها على عيالها، وبالاخص بنتها فجر، وهيفضحها كمان بالفيديوهات اللي معاه. وبعد فترة من التوتر فجر تنزل تجيب حاجات من السوبر ماركت الساعة 5 العصر. ده الكلام اللي قالته عبير لجوزها أسامة لما رجع وسأل على بنته فجر. البنت نزلت من الساعة 5 العصر تجيب حاجات من السوبر ماركت، ولسه لحد دلوقتي ما رجعتش لحد الساعة 7. طبعا الأب بدأ يقلق، بس عبير كانت بتقول له ما تخافش هتلاقيها بتلعب في الشارع. أسامة جوز عبير قلبه ما كانش مطمن، نزل يدور عليها في الشارع وكلم اخواته وقعدوا يدوروا وبرضه ما وصلوش لحاجة، ويروح بعد كده اسم الشرطة ويبلغ باختفاء بنته. التحريات بقى تفرغ الكاميرات وتكتشف ان الطفلة فجر نزلت من الساعة 12 الظهر البيت، وكان في توك توك جواه حد هي تعرفه علشان سلمت عليه ودخلت قعدت جوه التوك توك. الشرطة تجيب الأب والأم ويتفرجوا على الفيديو. الأب قال معرفش، بس الأم يبان عليها علامات التوتر. ووسط ذهول وصمت عبير تقول ده عيد، وأسامة جوزها وهو مصدوم يقول لها عيد السباك. فما كان إلا إن عبير تنهار وتعترف إن عيد السباك أوهمها إن هي عليها جن ومش هيخرج غير بممارسة علاقة محرمة بينهم، وإن هو بعد كده بدأ يهددها بالفيديوهات والصور اللي كانت معاه. الشرطة توصل لبيت عيد وتحقق معاه، وعيد يقول لهم إن هو كان في المستشفى. الشرطة تعمل تحريات وتكتشف إن كلام عيد كله غلط. الشرطة تبتدي تواجه عيد باعترافات الأم علشان بعد كده عيد يعترف بأبشع جريمة انت ممكن تسمع عنها. بيقول إن هو كلم عبير وقال لها تنزل بنتها فجر علشان هو جايب لها تليفون جديد وعاوز يديهولها. الأم تقول بكل سذاجة لبنتها انزلي خدي تليفونك الجديد من خاله عيد. مش عارف هي ازاي وافقت بحاجة أصلا زي دي، وهو كان مهددها إنه هيحرق قلبها على بنتها فجر.
وفجر الطفلة المسكينة تنزل تسلم على عيد السباك علشان تاخد التليفون منه، ويقول لها التليفون نسيته عند واحد صاحبي، تعالي معايا نروح نجيبه سوا. ويطلعوا على المخزن هو وصاحب ليه كان بيساعده. عيد السباك يخنق الطفلة فجر لحد ما تموت ويولع فيها، وبعد كده يقطعها حتت ويحطها في برميل، والبرميل ده يكون فيه مادة كاوية البوتاس عشان جسمها كله يدوب. الشرطة تروح المخزن وما تلاقيش في البرميل غير عظمتين 2، والطب الشرعي يعمل تحليل DNA ويتأكدوا انها للطفلة فجر. اتحكم بالإعدام على عيد وصاحبه، وأسامة يرفع قضية زنا على عبير. 21 سنة جواز يروحوا في لحظة، عيلة كاملة اتدمرت، والسبب كان دجال وخيانة وتوبة وانتقام شيطاني. ربنا يرحمنا ويحفظنا، وكل واحد يخلي باله من اللي داخلين بيته. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك، وتشترك في القناة. ودي كانت حكاية من حكاوي توني، واحنا دايما بنكبر بيكم. بس كده، سلام.